اهلا بكم في حلقه جديده، وحلقه النهارده معانا الساحر العالمي ديميان، ويلا بينا نبتدي. الساحر كان مجهز اقفال وسلاسل وحفره وكمان تابوت علشان هيدفن حي، وكان المفروض انه هيقدر يهرب في خلال دقيقه ونص. بس بعد مرور دقيقه واحده بس اكتشفنا ان الكاميرا اللي كانت بتصور تحت في التابوت فصلت، وده اللي كان سبب قلق كبير جدا للناس اللي موجودين. بس في النهاية اكتشفنا ان مش بس الساحر قدر يهرب من الاقفال، ده كمان اكتشفنا ان الساحر كان شخص من الناس اللي بتدفن التابوت اللي هو اساسا كان موجود جواه. ودي كانت الخدعة بتاعتنا، ولو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة، ولو انت مشترك ما تنساش تعملنا لايك، ويلا بينا نروح للشرح. اول حاجه لازم ناخد بالنا منها كميه المواسير اللي كانت موجوده في مكان التصوير ده، واللي اساسا وراها كان المكان ضلمه ويسمح ان احنا نعمل اي حاجه. كل اللي محتاجينه في الخدعه دي نفق، النفق ده بيوصل ما بين الحفره اللي موجود فيها الساحر وما بين المكان اللي ورا المواسير ده. الساحر هيطلع من التابوت الموجود جواه، هيوصل لورا المواسير، وبكده هيلبس لبس زي اللي موجود اساسا مع الناس اللي بتدفنه، وهيطلع تاني ويدفن التابوت مع الاشخاص دي. بس دلوقتي عندنا سؤالين. اول سؤال عندنا، ازاي الساحر قدر يخلص من كل الاقفال والسلاسل اللي كانت موجوده معاه دي وربطها؟ الحاجه بمنتهى البساطه ان كل الاقفال اللي كانت موجوده مع الساحر دي هي اقفال مزيفه، يعني بمنتهى البساطه سهل جدا ان هو يتخلص منها في اقل من 3 ثواني، وبكده يطلع من خلال النفق ده ويقدر يغير هدومه. تاني مشكلة عندنا هنا، ازاي كل الناس الموجودين دي محدش لاحظ ان فعلا في شخص طلع من ورا المواسير دي وابتدى يدفن التابوت مع الاشخاص دي. هنا بقى يجي دور مراته. ايوه مراته، كل الاداء اللي عملته مراته ده وخوفها عليه كان مجرد تمثيليه مش اكتر، بس كان لازم تعمل الدوشه دي علشان نظر الناس يلتفت اليها وكمان الكاميرات، وبكده الساحر يقدر يطلع من ورا المواسير ويعمل نفسه بيدفن التابوت مع الاشخاص دي. وبكده لما الساحر يكشف نفسه ونكتشف ان هو فعلا الساحر، كلنا هننبهر ومش هنتوقع فعلا ان كل ده حصل. وعموما ده كانت حلقتنا النهارده، فما تنساش تنزل تحت وتعمل كومنت جميل علشان اجمل كومنت يظهر معانا الحلقه اللي جايه، ولو لسه مشتركتش في القناه اشترك في القناه وادعمنا بلايك وشير، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.